يا جماعه البيت التركي ده طالع ترند اليومين دول، ومن ساعه ما جربته انا مش عارف ابطله. بقالي كام يوم بفطر بيه وعمال اعمل فيه اختراعات بقى. يعني هو الاساس بتاعه الزبادي وعليها شويه حاجات هكتبها لكم في الكابشن بتاع الفيديو، وعليها البوتشد ايجز. الفكره في التوبنجز بقى. يعني خد عندك مثلا ده صدوق اسكندراني، الحلقه دي بتبقى كامله بس انا كنت مستعمل نص الحلقه. هاخد منه حته، هو بيبقى عليه قشره كده من بره، هتلاقيها بتطلع معاك بسهوله خالص، علشان عايز افرمه بالسكينه يبقى كانه لحمه مفرومه كده. بنقول عليه في اسكندريه صدوق بقالي، بس انا لقيته هنا في السوبر ماركت بيقولوا عليه صدوق اسكندراني. تتبيلته مختلفه شويه عن الصدوق البلدي، بس بيبقى معتق والطعم فيه بيبقى انتنس قوي. شوحت الصدوق بعد كده في معلقتين سمنه بلدي، عليه شويه صنوبر وهوت صوص لحد ما الصنوبر اتحمر. رحت بعد كده بقى حضرت البوتشد ايجز، وتقريبا دي ممكن تبقى اكتر خطوه تريكي في القصه كلها. بس لو عايزين ازاي اقول لكم تعملوا بوتشد ايجز مظبوطه، او ممكن كمان اقول لكم شويه هاكس، قولوا لي هعمل لكم فيديو مخصوص ليها. وبس كده نلاير الفطار بقى. تحط الزبادي الاول، فردتها في الطبق، نزلت عليها بعد كده بالبوتشد ايجز، وعليها بقى الصدوق المتشوح مع الصنوبر، في شويه سمنه في الطاسه نزلتهم فوقيه. وتعالوا بقى ندوق الكلام ده. مليان بروتين وفوق العظمه.